استنى رايح فين؟ تعالى. النهارده الاهلي لعب مباراتين وديتين في يوم واحد. النهارده النادي الاهلي بدأ اول لقاءاته مع منتخب الشباب اللي فاز بيها بنتيجة 1-0 اللي احرزه جراديشار. تعالى اقول لك بقى وندردش مع بعضينا التشكيلة اللي لعبت المباراة دي، وبعد كده نخش في مباراة بتروجيت اللي انتهت بنتيجة 2-2. اول مباراة النادي الاهلي النهارده لعبها مع منتخب الشباب. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم واحمد العش، باك رايت عمر كمال عبد الواحد، باك ليفت محمد شكري، في نص الملعب اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، وقدامهم محمد مجدي قفشه، وناحيه اليمين طاهر محمد طاهر، وناحيه الشمال اشرف بن شرقي، وفي الامام جراديشار صاحب الهدف وصاحب التألق النهارده في المباراه الاولى ديت، اللي قدم مباراه مميزه جدا. جراديشار اللي بيقدم اوراق اعتماده كالعاده، وبيقول لمحمد شريف انا هبقى منافس شرس معاك على مركز الفرود. في النهارده النادي الاهلي فاز في المباراه الاولى على منتخب الشباب بنتيجه 1-0، وقلت لحضراتكم على التشكيله اللي لعبت المباراه دي. تمام، تعالى بقى نقول لك بالمره تشكيله المباراه الثانيه اللي لعب النادي الاهلي النهارده مباراتين. المباراه الثانيه امام بتروجيت اللي انتهت لسه من اوقات بسيطه 2-2، بعد ما كان النادي الاهلي متقدم 2-0. وبعد كده بتروجيت احرز هدف في انتهى الشوط الاول 2-1، ويجي في الشوط الثاني احمد رضا يرتكب خطأ في منطقة الجزاء ويتحسب ضربة جزاء على النادي الاهلي، ونادي بتروجيت يقدر يحقق منها هدف التعادل وتنتهي المباراة بنتيجة 2-2. تعال بقى نتكلم مع بعض في التشكيلة اللي لعبت المباراة الثانية. في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبي الدفاع احمد رمضان بيكهام وياسين مرعي، باك رايت محمد هاني، باك ليفت كريم فؤاد، في نص الملعب كان محمد علي بن رمضان واحمد رضا، وقدامهم حسين الشحات، هاف يمين كان زيزو، هاف شمال كان تريزيجيه، وفي الامام المخيف محمد شريف. دي التشكيله اللي النادي الاهلي لعب بيها مباراه بتروجيت، اللي اسفرت على نتيجه المباراه لهدفين. الهدف الاولاني عن طريق ياسين مرعي بهدف برأسية ولا أروع من عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو، ده اللي منتظر منه للنادي الأهلي إن شاء الله. ربنا يكرمه ويكتر من عرضياته اللي هو مميز بيها جدا. اللي كانت ضربة ركنية للنادي الأهلي، تقدم النادي الأهلي بنتيجة 1-0 عن طريق رأسية لياسين مرعي. ثم يأتي الهدف الثاني عن طريق المخيف محمد شريف بعرضية من ناحية الشمال. النهاردة اللي كان متألق كريم فؤاد بعرضية برجليه الشمال من ناحية الشمال، وهو الراجل أصلا مش مركزه باك شمال، ولكن لما بيلعب باك شمال الراجل بيأدي